أسعد الله مساءكم أحبتي بكل خير. هيك بعد ما جهزت الصينية اللي شويتها بالفرن تاعت الدجاج، اللي ورجيتكم كيف طريقتها وإيش التتبيلة اللي حطيتها على الدجاج وشويتها بالفرن هي والخضار واستوت وما شاء الله عليها. والرز اللي ورجيتكم إياه كمان كيف حمصته مع البصل والبندورة. أول إشي بشرت البصلة زي ما خبرتكم، وبعد ما بشرتها وحطيتها على السمن والزيت وقلبتها كتير منيح، وحطيت عليها بعدين بندورة مبشورة وفليفلة مفرمة ناعمة، وحطيت عليها التوابل اللي ورجيتكم إياها اللي هي الكزبرة والبابريكا والكمون والفلفل الأسود والكاري وشوية كركم كمان. وبعدها عملت إيش، وبعدين حطيت الرز عليهم وقلبتهم كتير منيح مع بعض، طبعا بعد ما تدبلت البصلة مع البندورة وتسبكوا. وبعدين حطيت عليهم الرز البسمتي مثل ما انتم بتشوفوا، وحكيت لكم انه كل كاسة رز بسمتي، هاي ملاحظة مهمة، كل كاسة رز بسمتي منقوع عليه كاسة ونص من نفس الكوب مية مغلية، واستووا وما شاء الله عليهم. وهون عملت طبق فتوش، يعني هذه الأكلة بدها هيك طبق فتوش بشهي القلب معها يتاكل بجنبها زي ما انتم بتشوفوا، ولبن كمان، واللي بيحب المشروبات اللي انتم بتفضلوها وبتحبوها. وهون أحبتي صحن الخضروات زي ما بتشوفوا، شايفينه كيف، يعني خضار ودجاج، شايفين كيف، ورز وهاي خضار، وهاي التومة اللي قلت لكم عنها اني من فوق هيك بقطعها وبحطها بالصينية عشان تتحمر معها وتنشوى، وكتير كتير طيبة. يعني بتطلع حبة التومة بس تمسكوها هيك مثل الزبدة، كأنها مرهم، ناعمة وطرية وكتير كتير طيبة، وصحتين وعافية. وهون الفتوش زي ما حكيت لكم، وتوكلوها بالهناء والشفاء. هلأ هذا الدجاج قديش قعد بالفرن؟ حطيته ساعة و45 دقيقة. أنا بحب أحطه بزيادة حتى يطلع محمر زي هيك ومنهنه مستوي على الأخير، وبس يستوي على الآخر بحطه على الشواية. وزي ما قلت لكم لما حطيته بالصينية حطيت عليه 2 من مجات المية، بس المية طبعا ما حطيتها فوق الدجاج، حطيتها على على قاع الصينية، يعني عرفتوا كيف، بالصينية، عشان إذا بحطه فوق الدجاج بغسل الدجاج، وهيك أنا ما بستفيد من التتبيلة اللي حطيت على الدجاج. بدي التتبيلة تضل موجودة وظاهرة على الدجاج مثل ما انتم بتشوفوا أحبتي، وبالهنا والشفاء. إشي كتير كتير فاخر وطيب، راح تعجبكم كتير صدقوني. أكلة للعزايم وللجمعات وللمة العيلة، وصحتين وألف هنا وعافية. وهاي البطاطا هلأ دايبة دوب راح تكون، كلوها وصحتين وعافية، وخبروني بالتعليقات واشتركوا بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، راح تشوفوا كمان الكثير.